السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عامله لكم ليمون مخلل حلو قوي بطريقه سهله وبسيطه، مش هياخد معاكي وقت خالص. الليمون حلو قوي الفتره دي، هو رفع شويه بس حلو قوي ما شاء الله. هاتي الليمونه الناعمه، ما تجيبيش الليمونه الخشنه من بره، لا هاتي الناعمه. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. هنجيب حله كبيره بعد ما نغسل الليمون طبعا بتاعنا. نجيب حله كبيره، هنحط فيها معلقتين ملح، ونحط فيها معلقة كركم. بتدي لون حلو وبتدي فايدة كمان لليمون. خلاص الليمون غسلناه اهو، مش هنعمل فيه حاجة ولا نفتح ولا حاجة خالص. نسمي بالله الأول ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اهو هحط الكمية بتاعتي كلها. أنا جايبة 8 كيلو ليمون. أنا بحب الليمون المخلل جدا، وهو سعره كويس، فجبت 8 كيلو. لما يقعد في البيت يقعد معانا ان شاء الله رمضان ومش هيتهري. هقولك ازاي. اهو حطينا الكميه بتاعتنا كلها. الحله دي كبيره قوي اهو. هنسيبها بس يغلي غلوتين مش اكتر من كده. مش هسيبه على النار يغلي كتير كتير. اول ما يغلي غلوه والتانية اروح طافيه النار. الخطوه دي مهمه جدا عشان يقعد معانا رمضان اهو. بس كده، مش هسيبه تاني اكتر من كده على النار. زي ما احنا شايفين هغسله، هطلعه من على النار واشطفه شطفه حلوه عشان يبرد معايا، عشان ابتدي اخلله، لان ما ينفعش اخلله وهو سخن خالص. خلاص الخطوات دي مهمه جدا. ما ينفعش احط الليمون في البرطمان وهو سخن خالص. هغسله واحطه على جنب. اغسله تاني عشان المراره اللي فيه تنزل. طبعا ميه الليمون احنا عارفينها، نمسح بيها بقى، تزودي بيها الصابون السائل بتاعك. حلوه جدا، بتدي لمعه فظيعه. تغسلي بيها البوتاجاز، حطي في ازاز كده وحطيها على جنب. بصراحه بتبقى حلوه قوي، وريحتها كمان بتدي ريحه حلوه قوي للبيت. هجيب شويه جزر. انا جبت حوالي كيلو جزر، بشرته اهو، بشر ناعم مش خشن قوي. هحط معلقتين عصفر، معلقتين 3 كده حلوين، لان انا عامله برطمان كبير اهو. العصفر بتاعي بس للاسف كان فيه قشر كتير، فبحوش القشر اللي فيه اهو. العصفر بيدي لون حلو قوي لليمون، يعني لو مش عاوزاه مفيش مشكله خالص منه. هحط بصي على طرف المعلقه، مش هحط حبه البركه كتير عشان ما يغمقليش الليمون. خلاص هحط معلقه يعني نص معلقه حبه البركه. الملح بتاعنا هحط تقريبا في الخلطه دي يعني مثلا معلقتين كبار ملح. خلاص معلقتين كبار ملح. رشه سكر بسيطه جدا، يعني لا تذكر ربع كده معلقه. كوبايه خل اهي. تمام. الزيت بتاعنا برضو كوباية زيت، وهنحط تاني زيت على الوش برضو. بس هي في الخلطة دي، انا بقولك الخلطة بتاعتنا دي حطينا فيها جزر، عصفر، حبة البركة، ملح، خل، زيت، نص معلقة حبة البركة. تمام. نقلبهم مع بعض تقليبة حلوة. هحط كمان انا بحب الشطة، فحطيت نص معلقة شطة حمراء. خلاص كده هنقلبهم. دي ربع كوباية مية طبعا مغلية. لازم كل حاجة هنستخدمها تكون المية بتاعتها مغلية وباردة، مغلية وباردة. خلاص هنحط الخلطة دي كده على جنب. نجيب البرطمان بتاعنا ده. البرطمان ده كبير ما شاء الله. الليمون بتاعي بعد ما غسلته وصفيته لازم يتغسل بعد ما تسلقيه في المية. خلاص مش هفتحه، هحطه زي ما هو سليم كده. عشان كده انا بقولك ده هيقعد معانا رمضان، وما تخافيش عليه، هيبقى زي الزبدة لغاية رمضان ان شاء الله. اهو الليمون بعد ما غسلته، عشان حطيته في ميه عشان لو جواه سخونه تنزل. الخطوه دي مهمه جدا، لان ممكن انت تغسليه وتحسي ان هو بارد، بس هو جواه سخنه، مش بارده. الليمونه من جوه سخنه. فالخطوه دي مهمه عشان ما تبوظيش الكميه دي كلها. بيبقى الواحد تعبان في الحاجه، حرام
والحاجة غالية كمان. هنزل من تحت بشوية خلطة في ارضية البرطمان، هنزل بشوية الخلطة اللي انا عاملاها، وهنزل بالليمون بتاعي. الليمون لما ما تفتحيهوش ويقعد معاكي ما بيحصلوش حاجة، وكل ما بيقعد بيحلو. يعني بصراحة الليمون كل ما بيقعد بيحلو ويتهري كده، ومبيبقاش فيه مرارة خالص. انك تغليه وتشطفيه شطفة كويسة قوي، تغسليه كويس بعد الغلي بيبقى حلو قوي. هحط شوية فلفل، انا مش هكتر الفلفل عشان عاوزة البرطمان ياخد الليمون بتاعي كله. واحط خلطة، يعني هعمل طبقات كده بس مش هحط فلفل كتير. تمام، هخلص الكمية كلها. هنكمل بقى البرطمان بتاعنا زي ما احنا قلنا، ليمون وفلفل والخلطة بتاعتنا اللي احنا عملناها بالجزر. حاولي تضغطي عليه اهو زي ما انت شايفة، تضغطي بس ضغطة كده حلوة اهو عشان برطمانك يتملي، لان هو طبعا كل ما بيقعد بيقل الليمونة بتقل اهو. خلاص كده ملينا البرطمان بتاعنا. الخطوة اللي جاية بقى دي مهمة جدا، ما تزوديش مية غير لما البرطمان يقعد معاكي يومين. الخطوة دي مهمة جدا يا جماعة، لانه بيفضل ينزل مية، الليمون بينزل العصارة بتاعته، فدي بتتكب كلها. فانت هتملي نص البرطمان بس، يعني انت ما تمليش اكتر من نص البرطمان اهو. شايفة انا لسه ما حطيتش مية وهو بينزل مية ولسه عاملاه. انت شايفة واخدة بالك من البرطمان من تحت ربعه كده اتملى. هحط على الخلطة الباقية بتاعتي المية بتاعتي، هسيبها تبرد المغلية، هسيبها تبرد خالص. بعد ما تبرد هزود ربع البرطمان كمان، يعني هاملة نص البرطمان بس. وبعد ما بتملي النص بتلاقيه زاد وحده، يعني المية بتاعت الليمون بتنزل، فانت مش محتاجة تحطي كمية مية كتير، يعني ما تغطيش البرطمان خالص. خلاص ملينا المية بتاعتنا، نحطها على جنب لغاية ما تبرد. هحط طبعا ملح، لان انا ما حطيتش كمية ملح كتيرة، انا ما حطيتش غير في الخلطة معلقتين ملح كبار. دلوقتي هحط 4 معالق ملح كبار، وهزود خل للخلطة بتاعتي. خلاص، هو المفروض على كل لتر مية بتحطي معلقتين كبار ملح هرميين. تمام اهو. وطبعا الملح يعني اختياري او ذوقك انتي، او انتي بتحبي الملح كتير بتحبيه، بس هو المخلل لازم يبقى حادق عشان يستحمل معاكي ويقعد فترة طويلة وما يبص. لازم يبقى فيه تحسي ان هو بتجزعي منه سنة، لانه هيقعد معاكي فترة طويلة. خلاص كده اهو، المية بتاعتي بردت بعد ما سبتها بردت، والمخلل بتاعي اهو. هزود دلوقتي المية بتاعتي اهو نصها وبس. كده شايفين هي زودت نفسها، انا مزودتش حاجة. المية دي من الليمون لما سبته بس حوالي ساعتين المية تبرد بتاعتي نزل. شايفين مية قد ايه؟ فانا هحط نصه بس واسيبه بقى، مش هغطيه، انا هسيبه يومين على جنب. هحط بس عليه حاجة كده زي شاشة، وهسيبه يومين لغاية ما يزود المية بتاعته تطلع لغاية فوق، لان هو بيزيد وبيتكب منك، يعني بيفضل يكوب مية، فانت حطيه على صينية اريح لك يعني. هحط انا الباقي في برطمان صغير كده. اسهل حاجة للمخلل لا هنفتحه ولا نحط جواه، دي طريقة ودي طريقة. انا بحب الليمونة المقفولة، يعني بحب الليمون المخلل الليمونة كده تبقى سليمة اكتر من اللي هي بتبقى محشية عصفر وحبة البركة. انا بحبها كده قوي، ولما تبقى مهرية كمان بتبقى جميلة يا جماعة بصراحة. براحتك وذوقك، عايزة تحطي تفتحيها وتحطي براحتك خالص، بس دي طريقة انا بحبها. انا بحب المخلل الليمونة تبقى سليمة، وبحب التاني برضو بس ده اكتر طبعا. اتمنى الفيديو عجبكم، جربوه، ده يقعد معاكي رمضان ويبقى زي الفل. ما تقوليش هيتهري ولا حاجة، لا خالص. ده انا عاملاه من شهرين ولسه زي ما هو، البرطمان ما فيهوش حاجه، لسه الليمونه ماسكه نفسها، وهوريها لكم برضو لما تستوي. بجد حلوه قوي. نعمل مخللنا في بيتنا، حاجه نظيفه وضمناها عاملاها بايدك. هنرش على الوش بس ربع كوبايه زيت ماده حافظه اهو، وانا بوريكي ان هو هيعمل ايه. فانا هحطه على صينيه وهحطه على جنب علشان هينزل ميه كتير. الليمون بالذات من الحاجات اللي بيفيض الميه، بتفيض منه
ويفضل ينزل في ميه وسوائل كتير اهو. شايفه انا عماله اشرح لك لانه فعلا الناس بتعمله تقولك بينزل الميه بتاعته، ما هو الليمون كله ميه. خلاص هنحطه على صينيه دلوقتي اهو. هحط زيت على الوش وبرده البرطمان التاني. اهم حاجه ان يكون الزيت ملوش ريحه ولا طعم عشان ما تبوظيش برضو المخلل بتاعك. بنعلم بعض، واتمنى الفيديو يكون عجبكم حتى لو استفدنا منه حاجه بسيطه. وبألف هنا ومع السلامه.